بتبدأ أحداث فيلمنا في الولايات المتحدة لما كان راجع الراجل دوت هو ومراته للبيت. وأثناء رجوعهم للبيت بيتفاجئوا بوجود صندوق في أوضتهم، ويلاقي كارت مكتوب عليه المجموعة. ولما يقفوا قدام الصندوق يبدأ يطلع منه صوت، وأول ما يفتحه يبدأ يظهر شخص من وراه. ومن هنا تبدأ أحداث الفيلم، علشان نروح لأركن اللي كان بيشتغل عامل بالأجرة في بيت شخص غني. ووقت شغله بيبص أركن على صور العيلة، وبيعرف إن صاحب البيت بيشتغل سمسار وعنده مجوهرات كتير، وبيكون اسمه مايكل. بعدها بنشوف بنت مايكل الصغيرة هانا وهي بتخض أركن، وبتقوله إنها عندها حفلة شاي وعايزة تلعب معاه. بعدها بيتكلم أركن مع البنت الصغيرة وبيحاول يستدرجها في الكلام، وده علشان يعرف أكتر عن أبوها مايكل. وقتها بيتفاجئ أركن بعنكبوت على الكوباية اللعبة. وقتها بيدخل مايكل وبيتكلم معاه. وقتها بنعرف إن أركن عنده بنت صغيرة من سنها واسمها سيندي، علشان كده بيحب يلعب مع الأطفال. وبنشوف بنته الأكبر جيل. بعدها يشكره أركن ويمشي. بعدها نشوف أركن وهو بيدي هدية لبنته سيندي، وده في متجر بتكون فاتحاه أمها، ولكن بيروح يتكلم معاها أركن وبيتخانقوا بسبب احتياجها للفلوس، وده لأنها مش عارفة تسدد القرض اللي خدته. بعدها يمشي أركن وبيوعدها إنه هيروح يجيب الفلوس ويرجع تاني، علشان نشوف أركن وهو بيتكلم في التليفون مع صاحب كازينو، وده علشان يتفق معاه انه يسرق بيت مايكل الليله. ولكن الراجل ده بيقول له ان بقاله شهور شغال في بيت مايكل، ولكنه ما قدرش يعمل اي حاجه، ويهدده ويقول له يفكر في مراته وبنته علشان ما يتأذوش، ويعرفوا اركن ان الناس مش موجودين وانه هينفذ النهارده. ويسيبوا اركن ويمشي علشان يفكر هيعمل ايه في البيت. ويبدأ يلبس قناع ويدخل ويقدر يفتح البيت ويحاول يفتح الخزنة، ولكن بيتفاجئ بحركة وصوت رجل في المكان. بعدها يبدأ يرجع كل حاجة زي ما هي، وأثناء ما يدخل أوضة من الأوض بيكون في حد مقنع في الأوضة اللي جنبه، وأثناء خروجه من الباب بيتفاجئ إنه مقفول بعدد إقفال كتير. وبعد ما يتأكد أركن إن ده مش مايكل صاحب البيت بيحاول يرجع علشان يكمل سرقة من تاني، وده لأنه اتفق مع صاحب الكازينو إنه هيكون مخلص على الساعة 12. ولما يحاول يفتح الخزنة بنتفاجئ بمايكل وهو بيتحدف بره باب البدروم. بعدها يبدأ أركن يحس بالحركة وما بيقدرش يكمل سرقة للمرة التانية. ولما يستخبى أركن يشوف مايكل على الأرض ويبدأ يشتمه. ولما يحاول يجيب حاجة يقتله بيها بيتفاجئ بفخ متطور وبيسحبه لحد ما بيقع جنب السلم. بعدها بنشوف المقنع وهو بيسحب مايكل، ويبدأ أركن يحاول الهرب مرة تانية. ولما بيرفع سماعة التليفون بيتفاجئ بمسمار موجود فيه، وبنعرف إن ده يبقى فخ. ولما يحاول يفتح الشباك بيتفاجئ بفخ تاني، ويبدأ يطلع إيده منه بأعجوبة. بعدها بيشوف فخ تاني موجود في مقص. لما بيتحرك خطوة كمان بيلاقي فخ أسلاك في وشه. كمان بيلاقي فخاخ على الأرض وهو بيعدي، وسكينة على شكل فخ في السقف. لما بيحاول يطلع السلم بيلاقي فخ تاني، فبيحاول يستخبى لحد ما يلاقي مخرج، لكنه بيتفاجئ بحد بيشده من إيده. وبيطلع مايكل صاحب البيت وبيقوله إنه هيحاول ينقذه. وبيكلمه أركن وبيسأله عن زوجته، وبيقوله إنه ملوش أي علاقة باللي بيحصل. بعدها بيقول له أركن إنه هيحاول ينقذ مراته ويدور على بنته، وده لأنه معرفش ينقذ مايكل، وده بسبب الفخاخ اللي متكلبش فيها. بعدها بيعرف أركن إن مايكل عنده مسدس في الخزنة، وبيعرف منه رقم الخزنة. ولما بيروح أركن الحمام بيلاقي فيكتوريا مرات مايكل في البانيو ومتحكم فيها جزء من فخاخ المتوحش، وبيسألها عن بنتها هانا، وده علشان يحاول ينقذها، لكنها بتقوله إنها مستخبية. وبيقول لها أركن إنه هيدور عليها، وبيقول لها أركن كمان إنه محتاج مساعدتها، وبيطلب منها تصوت، وده علشان تشتت انتباه المتوحش. ويبدأ أركن يدور على هانا. بعدها ينزل المتوحش لفيكتوريا ويحاول يقطع لسانها، لكنه بيسيبها ويروح لمايكل ويبدأ يعذب فيه. وقتها بينجح أركن إنه يطلع فوق ويفتح الخزنة وياخد المسدس، وكمان ياخد الجوهرة الموجودة، لكن بيفشل إنه يلاقي طلق للمسدس. ولما بيفكر يهرب من الجزء الأسفل للباب بيسمع صوت جاي من الدولاب، ولما بيفتحه بيلاقي الصندوق. وبنشوف في وقتها الراجل اللي في أول الفيلم، وبنشوف أركن وهو بيحاول يهرب لكنه بيقع في فخ عبارة عن مادة كاوية في الأرض. وقتها بيسمع المتوحش صوت الكتب وهي بتقع، لكنه لما بيطلع فوق بيكون أركن اتحرر من الفخ ده. ووقت ما كان أركن بيحاول مساعدة مايكل بيلاقيه ميت وطالع منه كل أعضائه.
بعدها بيقرر يساعد فيكتوريا، لكن بيعرفها إنها لازم تمشي وراه. ولما بتشوف جثة مايكل جوزها بتبدأ تجري لفوق علشان تتفاجئ بالمتوحش وهو بيضربها بالسكينة لحد ما بتقع على الأرض. وقتها بنشوف جيل بنت مايكل وهي جاية مع صديقها للبيت، وبيتفاجئوا بالمتوحش. ولما بيهجم عليه صاحبها بيتخبط في فخ السكينة وبتطير كل صوابعه. ولما يتأثر بالخبطة ويرجع لورا يبدأ يقع على فخ الكلبش اللي موجودة على الأرض لحد ما يموت. بعدها بنشوف أركن وهو بينقذ جيل بعد ما تم تعذيبها من المتوحش، لكنها بترجع لورا. ولما بتمسك المقص بتتفاجئ بفخ بيحدفها على برواز مليان مسامير علشان تموت في الحال. وبنرجع تاني للراجل العجوز وأركن بيحاول يخرجه من الصندوق لكنه ما بيقدرش، وبيكسر الإزاز وبيهرب في الحال. لكن لما بيمشي بيتفاجئ بهانا الصغير وهي بتطلب مساعدته، وبيرجع أركن بعد تأنيب الضمير علشان ينقذ هانا. وقتها بنشوف العجوز وهو بيطلب منها تهرب لكنها بتصوت أول ما تشوفه. بيبدأ أركن يوصل للطفلة ويخبط المتوحش على دماغه بالمسدس. ده يبدأ يخبط المتوحش على الأوضة اللي هربوا ليها، ونشوفهم هما بيعملوا كمين للمتوحش، وده عن طريق إن الطفلة تمسك تلفزيون متوصل بالكهرباء ويكون أركن واقف بيسند حوض السمك علشان يجهز ويوقعه على الأرض. ولما بيدخل بالفعل بيضحي بالعجوز مكانه ويبدأ يتكهرب لحد ما يموت، ولكن بيقدر يمسك المتوحش بأركن ويعذبه بطرق بشعة. ولما بتحاول الشرطة القبض عليه بيسلط المتوحش الكلب على الشرطي وبيخلص عليه. بعدها الوقت ده بيقدر يتحرر أركن من الفخاخ وبيقدر ياخد البنت هنا ويهربوا للدور اللي فوق، وده عن طريق فتحة موجودة في المطبخ بتوصل للحمام. ولما يبدأ الكلب يدخل وراه بيقدر أركن يخلص عليه، ومرة واحدة يطلع أركن يحدف المتوحش بالكلب بتاعه ويفضل يضرب فيه علشان ينتقم من اللي حصل معاه. بعدها بيبدأ يهرب منه مرة تانية لكنه ما بيعرفش يفتح الباب. ولما بيجي عليه المتوحش ما بيبقاش شايف قدامه أي حاجة، يفضل يضرب في رصاص بشكل عشوائي عليهم. لكن أركن بيبدأ يوقع عليه فخ من فخاخه، وبالفعل يبدأ يخرج هو وهنا. وقت ما بيبدأ يشاور للشرطة بيبدأ يتخبط بعربية الشرطة، وبيتخيل أركن إن المتوحش بياخدها مرة تانية لكنها بتكون الشرطة. بعدها بيتنقل أركن لعربية الإسعاف وبيجي بلاغ للشرطة وبيسيبوا أركن مع عامل الإسعاف ويمشوا، وبيتأكد إن الجوارة موجودة معاه. وبيروح لأركن وهو بيسأل العامل عن الساعة وبيطلب منه يكلم مراته لكنه ما بيلحقش. وفجأة واحدة عربية الإسعاف بتقف وبنشوف المتوحش وهو بيحط أركن في الصندوق وبيقفل عليه وبيمشي. ولو وصلت لهنا يا صاحبي ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتسيب لنا كومنت جميل بالفيلم الجاي. بنواصل معاكم فيلم ذا كوليكشن الجزء الثاني، وبتبدأ أحداث الفيلم مع راجل بيتكلم مع بنته اللي اسمها إلينا، وبنفهم إنه بيتكلم معاها بخصوص أمها وبيقول لها إنه عارف إن ده أسوأ يوم في حياتها وهو يوم فقدانها لأمها، ولكنه بيقول لها إنه هيفضل جنبها دايما. ولكن فجأة واحدة بيعملوا حادثة بالعربية. وبنرجع تاني لأحداث فيلمنا لما موضوع خطف الضحايا وقتلهم انتشر بشكل كبير، وبنشوف تقريرات الشرطة عن اللي بيحصل. وبنرجع تاني لأحداث فيلمنا مع علينا لما كبرت وهي بيجيلها مكالمة من صديقها وبيقول لها إنه مش هيقدر يخرج معاها الليلة، وده بسبب إن عنده شغل كتير محتاج يخلصه، ولكن بيبقى في الديسكو وبيضحك عليها. بعدها يجيلها مكالمة من صاحبتها وتقول لها إنهم عايزين يسهروا شوية، وتروح إلينا تغطي أبوها وتبدأ تنزل مع صاحبتها علشان تروح نفس المكان اللي موجود فيه صاحبها. بعدها تشوف إلينا صاحبها وهو واقف مع واحدة تانية وبيخونها. لا بتدخل إلينا الأوضة وبتتفاجئ بنفس الصندوق الأحمر، ولما بتفتح الصندوق بتتفاجئ بأركن وهو بيطلع بره الصندوق وبيحذر إلينا تبعد بسرعة علشان نتفاجئ بفخ متطور أكتر من اللي فاتوا وبيظهر للمرة المليون. ونشوف إلينا وهي بتتفادى الفخ ده وتهرب منه، وبنتفاجئ إن الفخ ده متوصل بفخ تاني بيوصل لصالة الرقص في الديسكو. ونبدأ نشوف آلة مسنونة تبدأ تتحرك ناحية تحت تبدأ تخلص على كل اللي موجودين في المكان. ونشوف المقنع وهو بيتفرج على آخر تطوراته، وبعدها نشوف أركن وهو بيطلب المساعدة من إلينا لكنها بتسيبه وتهرب. ولكن يبدأ أركن يتحرر مرة تانية من الصندوق، وبنشوف إلينا وهي بتودع صحابها وبتروح لصاحبتها المقربة علشان تشوفها وهي بتتحبس جوه قفص ومعاها ناس كتير علشان وقتها نتفاجئ بفخ أصعب من اللي قبله. ونشوف آلة ضغط بيشغلها المقنع المتوحش علشان تضغطهم كلهم لحد ما يموتوا. وبنشوف أركن أخيرا وهو بيحاول يهرب، وقتها بيشوف إلينا وبيقول لها تاخد بالها علشان المقنع وراها، وبالفعل ينط من الشباك بمساعدة شخص ميت
وفي الوقت ده بيخطف المقنع إلينا. بعدها يتنقل أركن على المستشفى ويبدأ يتعافى. بعدها بنشوف مراته وهي بتتكلم معاه، وبعد ما بتمشي بيدخل واحد لأركن ومعاه شخص تاني بيكون لابس لبس أمن، وبيتكلم مع أركن ويقول له إن في بنت كانت موجودة في الحفلة. ونعرف هنا إنه بيتكلم على إلينا، وبيقول له أركن وقتها إنها كانت عايشة لحد ما قدر يهرب. وقتها بيتفقوا معاه إنهم هيجمعوا فريق ويخلصوا عليه، لكنهم عايزين مساعدته في الوصول لمكانه. بعدها والد أيلين بيكلم زعيم الفريق وبيقول له إنه لازم يلاقيها وإنه ملوش غيرها. وبنشوف إلينا وهي في الصندوق وبتبص على المقنع، وتلاقيه مكلب الشخص وبيعذبه وبيبص لها مرة واحدة. بعدها نشوف أركن وهو بيحكي للفريق عن اللي حصل معاه، وبيقولوا إنه كان بيجرح إيده بعد كل 100 ميل مسافة. وقتها نشوف إلينا وهي بتهرب من الصندوق، ولما بتطلع بتشوف جثث متاخد منها كل أعضائها. وبعد ما يوصلهم أركن للمكان بيتغير الاتفاق، ويتكلم معاه قائد الفريق ويقول له إنه لازم يدخل معاهم جوه المكان. ولما بتحاول تهرب إلينا من نفق بنتفاجئ بصوت كلاب كتير قوي، وبنشوف أركن والمجموعة جوه البيت. بعدها يبدأ المقنع المتوحش يقتل واحد من أعضاء المجموعة. بعدها نشوف ناس تانية متحولين ومقطوع لسانهم ويحاولوا يخلصوا على المجموعة، ولكن بيقدروا يتخلصوا منهم في الحال. بعدها نبدأ نشوف إلينا وهي بتفتح صندوق تاني، ولكنها بتشوف فيه واحدة سليمة ومفيهاش أي ضرر. بعدها يبدأ يوصل الفريق لمكان ويلاقوا واحد بيجري عليهم مرة واحدة ويقول لهم لم أفعلها. ولما سألوه بيرد عليهم بيقول لهم المجموعة. وبعدها يبدأ ينفجر وينزل فخ مفاجئ على واحد منهم ويموت. ويبدأ الفريق يتفكك وكل واحد يبدأ يدور في مكان تاني. ونشوف صاحبنا أركن وهو واقف قدام صورة العنكبوت، ومرة واحدة النور بيبدأ يفصل بالتدريج ونلاقي المقنع المتوحش وراه. وقت ما تحاول تهرب إلينا بنشوف البنت اللي كانت في الصندوق ماشية جنبها، وفجأة واحدة تصوت علشان يجي المقنع مرة واحدة وتبدأ إلينا في الجري، لكنها بتلاحظ وجود فخاخ وتهرب منها. ونشوف إلينا مرة تانية وهي بتعدي من على فخاخ على الأرض. ونرجع تاني لأركن وهو بيحاول يهرب من المجموعة ويشوف جثث على هيئة هيكل عظمي. ونشوف باقي المجموعة وهم بيضربوه على دماغه علشان يقع بعدها على الأرض. وأثناء وقوعه يبدأ يلاحظ المقنع فوق وهو بيصنع فخ لشخص من اللي موجودين في المكان. وأثناء ما كان أركن بيحذرهم يقع بالفعل واحد منهم في الفخ. وقتها ينزل المتوحش عن طريق الحبل اللي نزله ويبدأ يضرب في أعضاء الفريق كلهم، ويعلق البنت اللي معاهم في حبل علشان يمشي بيها بعيد عنهم كلهم، ويطلع تاني بالحبل علشان يشوفوا جثة زميلهم نازلة ليهم من تاني. وأثناء ما كانوا ماشيين بيقابلوا البنت اللي كانت مع إلينا وياخدوها معاهم. ولما بيقفوا بيلاقوا مكان مليان ناس متحنطين ويتفاجئوا بقنابل موجودة في كل شخص ويقدروا يهربوا. بعدها بيقدروا يلاقوا إلينا وبتبص للبنت بنظرات غريبة. وبنشوف أركن وهو بيجذب الشرطة عن طريق المسدس، وعلشان يعمل ده يقرر إنه يقتل واحد من 2 بره البيت، وده علشان يروح الشخص التاني يبلغ الشرطة فورا. وبيتفاجئوا بعدها بالبنت وهي بتقفل عليهم الباب وبتقول لهم مش هتعرفوا تخرجوا من هنا، وتصوت وتبص للكاميرا وتقول له إن هما موجودين هنا. ولكن أثناء كلامها تضربها واحدة من أعضاء الفريق لحد ما تقع في فخ وتموت. وبنعرف هنا إن دي تبقى حبيبة الوحش المقنع. بعدها بنشوف المقنع وهو داخل عليهم ومعاه كلبين، ولما يهجموا عليهم يبدأ المقنع يضرب عليهم نار، ولكن أركن بيقدر يموت الكلب. ولما يخرج المتوحش بنتفاجئ بزعيم الفريق وهو قاعد على الأرض، ونشوف إيده موجودة على فخ ويبقى عبارة عن شكل قفص، ولو حاول إنه يقوم هيموت بالفعل. وقتها بتكون الشرطة وصلت للمكان علشان تكتشف اللي حصل بالظبط. ولما أركن والبنت اللي في الفريق بيمشوا بيتفاجئوا بإلينا، ولما بيروحوا ينقذوها بيلاقوا قفص بيقفل عليهم. ونشوف وقتها المقنع وهو قدام القفص ويقول له أركن افتح القفص وأنا هاكل قلبك، ولكن بيستفزه وبيروح لصناديق مليانة بنزين ويبدأ يولع في خيط متوصل بيهم ويمشي ويسيبهم. ويبدأ أركن يكسر دراعه ويفتح الباب وبالفعل يهربوا، ولكن بيلاقوا المقنع وراهم. بعدها يبدأ يضرب في أركن وفي باقي الفريق ومعاهم إلينا علشان يتفاجئ براس الكلب بتاعه على الأرض ويلاقي زعيم الفريق في وشه. وأثناء مشاجرتهم ما بيقدرش إنه ينتصر على المقنع، وبعدها بيبدأ المقنع يخلص عليه. وقتها يقدر أركن يمسك سكينة من على الأرض ويخبطها في رجله ويقوم يضربه علشان ياخد حقه من اللي عمله فيه. وقتها تبدأ إلينا تستنجد بالشرطة، ولكن بيسمعوها رجال المطافي. وقتها يبدأ أركن يمرمط في المقنع ويرميه تحت مع الجثث ويولع فيه. ولما يطلعوا بره تبدأ الشرطة تحضر هي والإسعاف، وبترجع إلينا لأبوها
ونشوف أركن وهو جنب الصندوق وموجود فيه القناع بتاع المتوحش. بعدها بنروح في اليوم التاني البيت ونشوف واحد ماسك سكينة كأنه سمع مصدر حركة وبيدور عليها، علشان نتفاجئ ونشوف أركن وراه وحاطط على دماغه مسدس وبيتكلم معاه وبيقوله إن في 14 واحد هو جمعهم وإن هو رقم 12. كمان بيعرفوا إن المكان دوت هو اللي شافوا بعض فيه آخر مرة، وبنعرف بعدها إن ده المقنع، وبيطلب منه أركن يلف وشه. ولما بيلف وشه بيسأله المقنع ويقول له أنت جاي تقتلني؟ فبيضحك أركن وبيقول له لأ، وبيقول له إن القتل ده هيبقى حاجة لطيفة بالنسبة له، وبيعرفه إنه هيخليه يحس بكل اللي عمله معاه. بعدها هيقتله، ونبدأ نشوف أركن وهو بيرميه جوه الصندوق زي ما عمل معاه بالظبط، ويبدأ يخبط على إيده لحد ما يقفل الصندوق. وهنا يكون خلص فيلمنا النهاردة. ولو وصلت لحد هنا يا صاحبي، أتمنى منك تعمل اشتراك في القناة وتسيب لنا كومنت جميل بالفيلم اللي جاي.